السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متتبعي قناة نوسة كويزين. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم بديل الورقة ديال البسطيلة اللي غتهنيكم تماما. ماشي حاجة اسمها الورقة، غادي تحضروا بها المالح والحلو بواحد الطريقة سهلة ومبسطة ودغيا دغيا كتوجد بلا تمارة وبلا عذاب. غادي تحضروا بها ان شاء الله الحلو وغادي تحضروا بها كذلك حتى المالح. غادي نشارك ان شاء الله معكم بادق التفاصيل كيف ما قلت لكم بطريقة مبسطة وسهلة، وغادي نعطيكم كذلك حتى حشوات اللي مختلفه ممكن تنوعوا بها هاد الورقه هذه، وكذلك غادي نشارك معكم الطريقه ديال الاحتفاظ بها لاطول مده ممكنه. نتمنى من كل قلبي الفيديو اليوم ينال الاعجاب ديالكم. اذا عجبكم كالعاده ما تنساوش اللايك والبارطاج مع الاصدقاء والاحباب. فرجه ممتعه. اذا هنا بالنسبه لنا المقادير او المكونات غادي نحتاج 2 كيسان ديال الدقيق و2 كيسان ديال الماء. بالنسبه للماء يكون عادي غير من الروبيني. بالنسبه للقياس نفس الكاس اللي كتعبروا به الطحين هو نفس الكاس اللي كتعبروا به الماء. غادي نزيد هنا واحد الرشيشه ديال المليحه، وغادي نزيد معلقه كبيره ديال الزبده حيوانيه. انا استعملت هنا زبده حيوانيه باش كتجي لذيذه هاد بديل الورقه. في المذاق ديالها كنطحنوا كلشي بالميكسور مزيان مزيان حتى كنحصلوا على هذا الشكل هذا، يعني كيتجانسوا جميع المكونات مع بعض. كنغطيه وكنخليه يرتاح لمده 20 دقيقه. صافي هنايا ملي كدوز 20 دقيقه كنصفي داك الخليط ديالي مزيان مزيان. ضروري انكم تصفيوه. انا هنا صفيته مباشره في البوش اللي غادي نستعمل. كنصفيوه باش ما يبقاوش فيه كويرات او الطريفات اللي عكلونا ملي نكونوا كنخدموا هاد البديل ديال الورقه. كما شفتوا انا عملت هنايا في البوش. صافي غادي نقطع داك الراس ديال البوش رقيق، يعني كتعملوا فيها واحد التقيبه اللي كتكون صغيره باش تخرج لكم واحد الخيط اللي كيكون رقيق. ضروري الخيط يكون رقيق باش ما يجيكمش واحد الخيط اللي غليظ اولا ما يعذبكمش كذلك في الخدمه. غنحتاج كذلك شويه ديال الزيت النباتيه. انا غادي نستعمل هنايا هاد البلاك هذه اللي ما متوفرش عليها كتستعملوا اي مقله عندكم في الدار ما تكونش كتلصق. ضروري ان المقله ما تكونش كتلصق. وصافي هنايا كنبقى نعمل خطوط بشكل دائري كيف ما كتشوفوا بهذه الكيفيه، يعني كنبقى غير كندور بهذا الشكل خطوط دائريه، ونحاولوا ما امكن اننا نقربوهم بيناتهم باش ما يجيوناش ديك التقابي في هذه الورقه كبارين بزاف. يعني بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا سهله دغيا دغيا كطيب، يعني ما كتاخذش الوقت نهائيا. بالنسبه للبنات البوطه يعني اذا كنتو غطيبوها فوق البوطه كتعملوا عافيه مهيله تماما، يعني منقصه لاقصى درجه. وبالنسبه للبلاك اللي عنده البلاك فتا هي كتنقصوا لاقصى درجه. انا استعملت هنا غير على درجه رقم 1 باش اول حاجه ما تلهفاش العافيه، وثاني حاجه كما قلت لكم راه هي دغيا دغيا كطيب، يعني في البلاصه يعني ما كملت اخرى اللي حداها كنرجع ليها كيف ما كتشوفوا كتجبروها طايبه. باش كتعرفوها طابت كتحيد مباشره من البلاك، يعني هي كطير راسها من البلاك. كنقلبها غير قلبه خفيفه على هذا الشكل هذا وكنهزها مباشره. صافي كنمسح البلاك وكنعاود نعمل خطيطات عاود بنفس الشكل حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله. وكيف ما كتشوفوا راه هي كتهز بسهوله ملي كطيب، يعني ساهله تعرفوها بانها طابت. كتبقى تقلع بوحديتها من الجنيبات. على هذا الشيء ضروري تستعملوا مقله اللي ما تكونش كتلصق. في نفس الاثناء ضروري كتكونوا مفرشين واحد المنيدل بدايه هو الاول. كان الورقه اللي طابت كنعملها فوق بعضياتها وكندهنوها مزيان مزيان بالزيت النباتيه. ضروري انكم تغطيوها باش داك الصهد كيرجع فيها. انا هنا راه مفرشه واحد البلاستيكه في القاع وعامله واحد المنيدل وكنغطيها بفوطه وعاود كنعاود نغطيها بداك البلاستيك من فوق باش كترطب معنا من بعد. كيف ما كتشوفوا هذا الشكل ديالها كيفاش كتجي. كل ما خليتوها يعني ترتاح كل ما كترطب. انا دائما كنخليها واحد 15 دقيقه ملي كنسالي عاد كنخدم بها. وشوفوا البنات كيفاش كتجي ما كتقطعش نهائيا وكتجي ناجحه 100%. انا متاكده الا جربتوها غادي تولي ان شاء الله معتمده عندكم، خصوصا الاخوات اللي طلبوني على البديل ديال الورقه اللي عايشين في الغربه وكيجبروا مشكله في الورقه ما كيجبروهاش اولا كيجبروا شي نوعيه اللي كتكون ماشي مزيانه كتعذبهم في الخدمه. فهذه غادي تهنيكم بزاف بزاف. هذه الفكره هذه مستوحاه البنات من الورقه ديال الشعره، ورقه تطوانيه معروفه هنايا من قديم الزمان اللي كتخدم على الصينيه ديال النحاس
وبطاس ديال النحاس. لذلك انا استوحيت الفكره من الورقه ديال الشعره باش عملتها معكم هنايا بهذه الطريقه هذه اللي ساهله. بالنسبه للحشوه كتعمروها باي حشوه بغيتو. انا هنايا عملت البصله والفلافل الالوان مع شويه المليحه خليتهم حتى دبالو، وكذلك القرع خضراء حتى هي يعني مقطعه قطع رقيقه. ملي كيدبالو كنزيد عليهم هنايا شويه ديال الشامبينيون مقطع رقيق وشويه ديال الحامض مصيار. وزيدت هنايا شويه ديال الكروفيت اللي ممكن تعوضوه بصدر ديال الدجاج ولا الكفته، اولا ممكن تزيدوا الطون، يعني الحشوه اللي متوفره عندكم كتعملوه. هنايا انا ملي ضفت داك الكروفيت غادي نحركو مزيان مزيان، وغادي نضيف له هنايا التوابل. اول حاجه كنزيد هنايا صوص صوجا، وغادي نزيد العطريه. بالنسبه للعطريه انا زدت هنا شويه ديال السكينجبير، شويه ديال الخرقوم البلدي، شويه ديال القزبر حبوب مطحون، وشويه ديال الابزار. ممكن كذلك تزيدوا شويه ديال العطريه ديال الحوت، كتبقى اختياريه. زدت كذلك شويه ديال الهريسه. صافي كنحرك هاد العناصر مزيان. في هاد المرحله هذه ضروري كنجهدوا البوطه، لان الكامبا كما كتعرفوا كتطلق ديك الماء ديالها، فضروري تجهدوها. واخر حاجه غادي نزيد هنايا واحد الكميه الشعريه الصينيه اللي رطبتها في الماء بارد. كنرطبها في الماء بارد افضل من الماء سخون باش ما كتعجنش. صافي كما قلت لكم هنا البوطه مجهده. من بعد كنعملهم كذلك في واحد الشبيكه حتى كتقطر الحشوه مزيان مزيان، وكنحصل على هاد النتيجه هذه كيف ما كتشوفوا. انا نفس الحشوه البنات راه عملت على جوج مرات، واحده عملت فيها الطون والزيتون خضر مقطع، وهذه عملت فيها الكروفيت. بالنسبه لداك البديل ديال الورقه اللي خدمت معكم، الوجه ديالها هو اللي كيكون في القاع، والطهر ديالها كيكون يعني باين كيف ما كتشوفوا، هو اللي عملته من الجهه الفوقيه. كنتنيهم هنايا على هذا الشكل، يعني كنتنيها على جوج بهذه الكيفيه. غادي نوضع هنايا كميه ديال الحشوه في الطرف ديال هذه الورقه، وغادي نطوي بالشكل العادي كيف ما يعني كان مولفه كنشكل معكم البريوات اللي كتشكلوا بالورقه. فكتشكلوها يعني بالطريقه العاديه. كنحاول نضغط نعمر ديك الجوانب. ما تخافوش ان الحشوه تخرج معكم نهائيا او لا تخرج لكم نهائيا، فكتجي ناجحه 100%. وحتى في العطه ديالها راه ما كتجيش غليطه ابدا، كتجي هذيك. وحتى في المنظر ديالها راه كتجي مزيانه. بالنسبه لديك الشنيتفات اللي كيبقاو فكنقددوهم غير بالمقص، يعني كنحاولوا اننا نحيدوا ديك الزوائد بهاد الكيفيه هذه كيف ما كتشوفوا. صافي هنايا اذا بغيتوا انكم تحتفظوا بهم في المجمد، كتلصقوا ديك القاع بشويه ديال الدقيق والماء اولا شويه ديال البيض باش ما تفكش معاكم، وكتطيبوها غير نص طيبه، يعني كتشمعوهم في الفران عاد كتحطوهم في المجمد في الكونجيلاتور. انا بالنسبه للحشوه الثانيه انا عملت هنايا البريوات ديال الدجاج اللي مولفه كنشارك معكم. غنخلي لكم ان شاء الله المقادير مضبوطه اسفل الفيديو، غنخلي لكم حتى الرابط ديالهم. اللي بغات ترجع تشوف الطريقه بالتفاصيل. هما نفس الحشوه اللي كنشارك بها البريوات ديال الدجاج والبسطلات كذلك. هنايا عملتهم بهذه الكيفيه كما كتشوفوا. لويتها كتجي بهذا الشكل. انا هنايا ما دهنتهم حتى بشي حاجه يعني في القاع ديالهم، لان غادي نطيبهم مباشره. وكما شفتوا فانا خدمت بهذا بديل الورقه، خدمت بها يعني طريه، ما احتفظتش بها في المجمد ولا شي حاجه، مباشره طريه. هنايا بالنسبه للبسطلات كنقسمها على جوج بهذا الشكل. كنوضعها هنايا في اي مول دائري متوفر عندكم بهذه الكيفيه هذه. ديك الزوائد البنات اللي كنت كنحيد فانا ما كنضيعش فيهم، كنرجع نعملهم هكذا في الوسط ديال هاد البسيطلات هادو باش ديك الوجه يعني كيجي المنظر ديالو مزيان. لهادشي قلت لكم في البدايه ضروري تخدموا هاد النوع ديال الورقه، تخدموها تستعملوا الدوائر مقاربه مع بعضياتها باش ما يجيكمش ديك التقابين باعدين بزاف او يجيكم يعني ديك الحفيرات كبار بزاف. صافي هنا كنعمر ديك الحشوه مزيان مزيان في الوسط بهذا الشكل، وكنتني هنايا الجنيبات ديال ديك البديل ديال الورقه بهذه الطريقه هذه. نفس الطريقه اللي كنخدموا البسيطلات دائما، كنحاول انني نتني بهذا الشكل ونلوي. وفي الاخر كنحيدوا ديك الزوائد كامله، يعني ديك اذا شفتوا الورقه يعني غليطه في يدكم ولا شي حاجه ضروري كنقطع ديك الزوائد باش ما تجيكم شي غليطه في القاع ديالها. صافي كنقلب مباشره على سطح العمل بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا، وغادي نضغط عليها واحد الضغطه خفيفه بيدي بهذه الكيفيه هذه باش كنحصل على هذا الشكل ديال البسيطله، شكل دائري كيف ما كتشوفوا.
انا كما قلت لكم غادي نطيبهم كاملين مباشره. اذا بغيتوا تحتفظوا بهم في المجمد كطيبوهم نص طيبه، يعني غير كتشمعوهم عاد كنحتفظوا بهم في المجمد. بالنسبه للورقه ما تحتفظوش بها في المجمد لان ما تبقى لكمش مزيانه، غادي تقطع ملي تكونوا كتخدموا بها. فحاولوا انكم تخدموا بها طريه اولا خدموا مملحات ديالكم شمعوهم عاد احتفظوا بهم في المجمد. انا نفس الحشوه اللي شاركت معكم بالكروفيت كما سبق لي وقلت لكم، فانا عملت هنا فيها الطون وعملت فيها كذلك شويه ديال الفرomاج محكوك وصافي، يعني باش كنوعوا شويه المذاقات. عملت فيها كذلك شويه الزيتون خضر مقطع. صافي هنايا عملتهم انا على شكل سيجار. كنلوي بهذا الشكل هذا، يعني طريقه سهله كيف ما كتشوفوا. وكما قلت وكنعاود ونكرر ما تخافوش ان الحشوه تخرج لكم نهائيا، فراه كتبقى كيف ما شكلتوها تماما. كنتني الورقه هكذا على جوج كما كتشوفوا، كنوضع كميه ديال الحشو في الطرف ديال هذيك الورقه اولا بديل ديال الورقه اللي خدمنا، وصافي كنعملوها بهذا الشكل هذا وكنلوي بالطريقه العاديه كيف ما كتشوفوا. صافي قبل ما ندخلهم الفران ضروري الصينيه كندهنوها مزيان بالزيت النباتيه. انا خلطت واحد البيضه مع شويه ديال صوص صوجا، كندهن الوجه ديالو باش كيعطيني داك اللون اللي كيكون مزيون في المملحات من فوق. بغيتو ما تعملوش هذه المرحله هذه كدهنوهم غير بالزيت النباتيه وكتدخلوهم الفران. بالنسبه للطياب ديالهم البنات كطيبوهم على نار اللي كتكون مهيله، يعني حتى كيذهب اللون ديالهم من تحت، عاد كنشعلهم من فوق باش كيجيو مقرمشين. يعني ضروري تعطيهم حقهم في الطياب، وكما قلت لكم راه ما كيتعطلوش نهائيا، راه دغيا كيطيبوا، راه ماكسيموم 10 دقائق كيكونوا واجدين محمرين لا من تحت ولا من فوق، لان الحشوه كما شفتوا راه من داخل كلشي فيها طايب. نفس الشيء بالنسبه لهاد البسطلات وبالنسبه لهاد البريوات هادو اللي عمرتهم بالحشوه اللي فيها الكامبا، فتا هي عملت لهم نفس الطريقه. بيضه خلطتها مع شويه ديال صوص صوجا ودهنت هنايا بهم الوجه باش كتعطيني داك اللوين اللي مزيان. بالنسبه هنا البسطلات هادو باش يجي المنظر ديالهم مختلفين على البريوات، فانا غادي نعمل شويه ديال الفرomاج حتى كيطيبوا طبعا ويتحمروا، غادي نزيد شويه ديال الفرomاج ونعملهم فوق الوجه ديالهم. وبالنسبه للبنات السيجار اللي حلو واللي طلبوني عليه بزاف في الانستغرام اللي شافوه في لي ستوري، فكتاخذوا حريبلات من الوزن 10 غرام. غادي نشبر هنايا ديك الورقه كيف ما كتشوفوا اولا البديل الورقه غادي نقسمها على جوج، يعني كنقسمها على جوج بدايه بهذا الشكل. وصافي غادي ناخذ ديك الحليب اللي قلت لكم ديال اللوز 10 غرام. نفس العقده هنا البنات اللي كنخدم بها البريوات العاديين واللي كنخدم بها لي سيجار ديال اللوز هي نيسه اللي خدمت بها في هاد لي سيجار هادو، يعني لا فرق. غنخلي لكم ان شاء الله المقادير ديالها مضبوطه اسفل الفيديو، نخلي لكم حتى الرابط ديال هاد العقده لانني سبق لي شاركتها معكم من قبل. صافي هنا ملي كنتني الاطراف ديال ديك بديل الورقه في الجنيبات كنحاول انني نضغط وانا كنلوي مزيان يعني حاولوا انكم تزيروا يدكم. صافي ضروري في هادو كنلصقهم بشويه ديال الطحين مخلط مع الماء اولا كتلصقوهم بشويه ديال البيض باش ما يتحلوش معاكم لا في الفران اولا في القلي، يعني اللي بغيتو. انا عاده ملي كنعمل هذا الشكل هذا كنطيبهم في الفران، ولكن بزاف بغاوهم مقليين صيفطوا لي ميساجات في الانستغرام، فقلت غادي نشاركهم معكم اليوم ان شاء الله مقليين باش تشوفوا كذلك كيفاش كيجيو. ولا ما تخافوش راه ما كيخرجش اللوز منهم نهائيا، فقط ما خصكمش تفوتوا فيهم الطياب. وقبل ما تطيبوهم ضروري ملي كتشكلوهم بهذا الشكل كتخليهم حتى كينشفوا، كتخليهم ينشفوا واحد ساعتين عاد كطيبوهم باش ديك الحشوه من داخل ما تخرجش وكتبقى هي هذيك. هذا الشكل ديال البريوات وديال البسطلات من بعد ما وجدوا كيف ما كتشوفوا كيجيو محمرين، وكيف ما كتلاحظوا ما كتخرجش الحشوه نهائيا بتاتا. اللي بغات هاد المملحات هادو حتى هما تقليهم اولا تعملهم في الاير فراير ماشي مشكل، فضروري تدوزوهم البنات في البيض تدوزوهم كذلك في الطحين ولا شابلور عاد تقليوهم، فما تخافوش ما تخرج لكم شي الحشوه ابدا. انا كما قلت لكم بالنسبه لديك البسطلات انا زوقتهم غير هكذا بشويه ديال الفرomاج غابين من فوق، وغادي نرجعهم من الفران باش يذوب عليهم داك الفرomاج من فوق. وبالنسبه لهذاك السيجار ديال اللوز اللي حضرت معكم فكنعمل الزيت في المقله حتى كيسخن على عافيه مهيله كيف ما كتشوفوا، فانا منقصه البوطه باش ما تلهف لكمش العافيه. وصافي دغيا كيتحمروا يعني كتشوفوا اللون ديالهم الذهب كتحيدوهم مباشره. صافي كنستمر على هذه الكيفيه تنكمل لي سيجار اللي عندي كاملين. كنعسلهم في عسل اللي كتكون ثقيله
وعسل طبعا اللي كتكون بارده بهذا الشكل باش كيبقاو قابطين العسل. وباش يجيوكم معسلين ومعلكين من داخل فخليوهم على الاقل واحد الساعه ولا ساعتين في العسل، عاد كتعملوهم في شي شبيكه ولا في شي كسكس يقطاروا. واذا باتوا في العسل فهي افضل باش ما يشفوش معكم دغيا ويبقى لكم يصبروا واحد المده طويله. بغيتوا تحتفظوا بهم يعني مده طويله كتحتفظوا بهم البنات هما هكذا معسلين في الكونجيلاتور، يعني كتعملوهم في المجمد بين كل طبقه وطبقه كتفصلوا بيناتهم بالسلوفان ولا بشي ورق غذائي. ملي كتبغيوهم كتجبدوا الكميه اللي بغيتو. هنا البريوات والبسيطلات ملي وجدوا انا غادي نستفهم وغادي تسمعوا البنات التقرميشه ديالهم كيفاش كتجي. فما كاينش البنات اللي غيدوق عندكم هاد البسيطلات ولا هاد البريوات بهاد البديل ديال الورقه وما غاديش يحمق عليهم وما غاديش يعجبوه. سمعوا لي التقرميشه كيفاش كيجيو رائعين بزاف بزاف ومعلكين من داخل، كيجيو يا سلام. حتى البسيطلات شوفوا التقرميشه كيفاش كيجيو ناجحين 100%. نتمنى انكم تجربوهم وانا متاكده الا جربتوا الطريقه هذه غادي تعتمدوهم في رمضان كامل ومشي غير رمضان، دائما غادي يوليو معتمدين عندكم. بالنسبه لهذاك الشكل اللي في حالي سيجار اللي خدمنا مالحين، هذا الشكل ديالهم كذلك الحشوره ما كتخرجش منهم نهائيا. ممكن تزينوهم باي حاجه بغيتو، ممكن تقطعوا الفرomage ساندويتش بشكل جيمات ولا الشكل اللي بغيتو تزينوهم من فوق او غير بالفرomage محكوك. انا احتفظت بهم غير هكذا كيف ما كتشوفوا. سمعوا لي كذلك التقرميشه ديالهم كيفاش كيجيو، شوفوا اللوين فيهم كيفاش كيجي كذلك كيجيو مقرمشين ومعلكين ما تشبعوش منهم نهائيا. وحتى بالنسبه للسيجار ديال اللوز حتى هما كذلك كيجيو معلكين البنات وكيجيو مقرمشين بديك الورقه اللي خدمت معاكم، كيجيو ناجحين 100%. هنا اذا كنتو غتحتفظوا بهم في المجمد البنات فكتحتفظوا بهم بلا تزيين من الافضل، يعني اللوز كونكاسي زينوه به حتى كتخرجوهم من المجمد عاد زينوهم. انا هنا زينت الجنيبات بهذا الشكل ومن بعد زينتهم من فوق بورق الذهب فكيجيو رائعين. نتمنى من كل قلبي ان الفيديو اليوم يعجبكم، ونتمنى كذلك انكم ما تبخلوش عليا بلا لايك وبالدعم ديالكم بالبارطاج مع الاصدقاء والاحباب. ولا بغيتوا المزيد من هذه الافكار ومن هذه الوصفات فخليوها لي في التعاليق باش نشارك ان شاء الله معكم المزيد والمزيد. نقول لكم الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.